السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص. صدق الله العظيم. من أجمل القصص اللي ممكن يكون فيها عبرة وعظة للمسلمين هي قصص القرآن الكريم، واللي كتير منها حصلت في أزمنة بعيدة، ولولا تم ذكرها في القرآن الكريم ما كناش عرفناها. وأكيد ذكرها في القرآن ليه سبب، وأول الأسباب إننا نتعلم ونعتبر من اللي حصل في القصص دي. لو أنت بتقرأ القرآن الكريم ووصلت لسورة القلم ووقفت عند الآية اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فهنا لازم تقف وتفكر وتسمع كويس قوي، لأن ورا الآية دي قصة عظيمة حصلت. نقدر نقول قصة ب1000 قصة، قصة بتحمل الكثير من المعاني والعبر لمن أراد أن يعتبر. مش بس كده، ده كمان مكان حدوثها فضل شاهد على الأحداث لحد يومنا هذا. قصة مكان اتحول من جنة مليانة بخيرات الله لأرض جرداء محترقة قاحلة لا زرع فيها ولا ماء. طب يا ترى إيه السبب؟ وإيه اللي حصل لأصحاب الأرض دي؟ وفين مكانها بالظبط؟ وإيه سبب إن ربنا يعاقبهم العقاب الشديد ده؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض النهاردة في قصة أرض الصريم. أهلا بيكم، أنا رحاب محمد. لو أنتوا أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش لايك وشير واشتراك، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. رحلتنا النهاردة يا أصدقائي هتكون لأرض اليمن، والقصة اللي هنحكيها النهاردة من أجمل القصص اللي في القرآن الكريم. قصة مليانة عبر كبيرة، ومكان الأحداث ده لسه موجود لغاية دلوقتي وشاهد على اللي حصل. جنة خضراء وبستان عظيم مليان بخيرات ربنا اتحول فجأة وبين يوم وليلة لأرض بور محترقة. بس إيه السبب اللي خلى ده يحصل؟ وإيه اللي جرى للناس اللي كانوا عايشين في الجنة دي؟ استعدوا كويس وخدوا نفس عميق ويلا بينا نبدأ. في حتة في اليمن بعيدة عن صنعاء بيجي 20 كيلو كده ناحية الشمال، في مدينة ذكرها العلماء باسم دروان أو حرة دروان، ولسه لحد دلوقتي اسمها كده. أرضها سودة قوي وترابها أسود زي الليل، أرض فاضية وناشفة ومحروقة، أرض ميتة تماما. الأرض دي أو البستان ده كان زمان جنة من جنات ربنا على الأرض. أيوة، زي ما سمعتوا كده بالظبط، جنة خضرة. طيب، عرفنا الخبر ده منين؟ طبعا من أكتر مصدر موثوق ومصدق، اللي هو القرآن الكريم. والقرآن الكريم وصفها وقال عليها الصريم، يعني الأرض المحترقة. قصة الصريم وأصحابه دي واحدة من القصص الكتير اللي قرآننا الكريم اتكلم عنها بطريقة حلوة قوي، ووصلها لينا عن الأجناس اللي كانت عايشة قبلنا على الأرض. قصة الجنة دي اتذكرت في سورة القلم من الآية 17 لغاية الآية 33. الآيات اتكلموا عن العقاب اللي ربنا بعته لأصحاب الجنة دي أو البستان ده عشان اللي عملوه. العلماء كتير حاولوا يفهموا القصة دي، بس محدش قدر يحدد مكانها أو الزمن اللي حصلت فيه بالظبط. بس في كتب كتير بتقول إن الناس دول كانوا يهود من اليمن، وعاشوا في زمن الملكة بلقيس وبعدها، يعني قبل ما النصرانية يدخلوا اليمن مع الحبشة. بس دلوقتي ومع الاكتشافات الجديدة تقريبا كده عرفنا مكان الجنة دي اللي اتحرقت بين يوم وليلة، وهنعرف أكتر عن الكلام ده في حلقتنا النهاردة. يلا بقى نرجع لقصتنا. وزي ما علماء الدين كلهم أخبرونا إن كان في شيخ صالح ربنا كرمه وبقى عنده بستان عظيم حلو قوي زي الجنة بالظبط. الشيخ ده علشان يشكر ربنا على النعمة دي ما كانش بياكل من حاجة بيجيبها من بستانه إلا لما يدي الفقراء والناس اللي محتاجين الأول، يعني كان بيوزع كل خير البستان عليهم. وفضل الحال كده لحد ما توفاه الله. الشيخ ده كان عنده أولاد، بعد أبوهم ما مات ورث ولاده البستان، البستان الكبير اللي مليان بخيرات ربنا. طيب،
كان عددهم كام؟ ولاده كانوا 5 أولاد حسب ما بيقولوا العلماء، بس الأولاد دول ما ورثوش عن أبوهم غير البستان ده وبس. أما بقى الأخلاق الحميدة والكرم اللي كان أبوهم مشهور بيها فما كانوش بيشبهوه في حاجة خالص. ليه؟ اسمعوا بقى اللي هيحصل. في السنة اللي مات فيها أبوهم البستان ده جاب محصول كبير قوي، أكتر من كل السنين اللي فاتت. الولاد فرحوا قوي بالفلوس اللي جابوها من بيع المحصول، ونسبوا كل الفضل لنفسهم، ونسيوا إن ربنا هو اللي بيرزق. واتفقوا مع بعض إنهم هيمنعوا الفقراء والمساكين من أخد حاجة من البستان علشان يجمعوا فلوس كتير ويحسنوا حياتهم، وبعدين يبقوا يكملوا بقى على طريقة أبوهم في الكرم. الفقراء كانوا بياخدوا من البستان وقت ما الأب كان عايش، والولاد قالوا إنهم كده خلاص هم أحق بكل حاجة دلوقتي، ووصلوا لدرجة إنهم قالوا إن أبوهم ده كان مجنون لما كان بيدي الفقراء من محصول البستان. بس كان في واحد من الولاد اللي هو الولد الأوسط ما كانش موافق على اللي إخواته بيعملوه، وحذرهم كتير من عقاب ربنا، وقال لهم يكملوا على طريق أبوهم. بس إخواته ضربوه وهددوه بالقتل علشان يفضل ساكت، فوافق على كلامهم بالعافية وغصب عنه. وفي يوم اتفق الإخوات إنهم يرجعوا تاني يوم علشان يحصدوا ويجمعوا محصول أرضهم ورزقهم، وبحسب بعض الكلام من غير ما يقولوا إن شاء الله. وناموا وهم مبسوطين وفضلوا يحلموا بمحصول كتير، بس عقاب ربنا وجزائه كان أسرع وأقوى. تاني يوم لما الإخوات دخلوا جنتهم كانت المفاجأة، الأرض الخصبة والبستان الأخضر اختفى، وبقت مكانها أرض سودة محترقة، ولا فيها زرع ولا فيها أي حاجة، أرض مقطوعة، ومحدش فيهم عرف أرضه. وده خلاهم يظنوا إنهم في أرض غريبة غير أرضهم، واتقلب حالهم بين ليلة وضحاها، وبقوا ندمانين على اللي عملوه. أما بقى الأخ الأوسط فابتدى يفكرهم بنصيحته، وعرفوا كويس إن اللي حصل ده عقاب من ربنا، عقاب على طمعهم وجشعهم، وإنهم بخلوا بالصدقة على اللي يستحقوها. طيب السؤال هنا بقى دلوقتي، إيه اللي عمل الحريق ده وأدى لاحتراق البستان بالكامل؟ الآية بتقول فطاف عليهم طائف، يعني حاجة كده زي عاصفة أو حاجة مش طبيعية مشيت عليهم وهم نايمين. في ناس بتقول إن ده كان ملك من الملائكة، وفي ناس تانية بتقول إن الأرض دي كان بيطلع منها نار بركان، وده اللي أكتر الناس صدقوه. ليه؟ عشان في اليمن دي في براكين كتير خامدة، يعني مش مشتعلة دلوقتي، بس كانت بتشتعل زمان. الناس اللي بتقول إن الحريق كان من بركان بيقولوا كده عشان لقيوا صخور سودة وحادة في المنطقة دي. الصخور دي زي ما تكون اتعملت من النار لما بردت، والصخور دي لما حد بيمشي عليها بتقطع الأحذية وبتجرح الرجلين، وده اللي الناس قالوه لما راحوا في المنطقة دي. يعني أي حد عايز يشوف عقاب ربنا للناس دول، الناس اللي بتكفر بنعمته، يروح المنطقة دي ويشوف الصخور دي بعينه. ومش بس الصخور، العلماء والباحثين لقوا كمان بيوت قديمة وآثار بتدل إن المنطقة دي كانت زمان فيها ناس عايشة، والحكاية دي مكتوبة كمان في كتير من كتب الجغرافيا والتاريخ وحتى في كتب التفسير. بعض المفسرين بقى قرروا إن هم يخرجوا عن المألوف شوية، وقالوا حاجة غريبة جدا. بيقولوا إن جنة الصريم دي مش في اليمن ولا حاجة زي ما كلنا عارفين، لأ، قالوا إن هي في مكان بعيد قوي عن الحبشة. تخيلوا كده. بس برغم إن الكلام ده موجود في بعض التفسيرات القديمة وناس كتير نقلت الكلام ده، إلا إن العلماء لما بحثوا كويس لقيوا إن مفيش دليل واحد صحيح بيقول إن الجنة دي في الحبشة. ولما بحثوا عن جنة الصريم في اليمن لقيوا إن كل العلماء والمفسرين
متفقين إن المكان المحروق في منطقة دروان في اليمن هو فعلا جنة الصريم اللي اتحرقت، يعني مفيش كلام على الحبشة خالص. فكل العلماء بقوا متفقين إن هي الجنة المحروقة اللي اتكلم عنها القرآن الكريم، والدلائل على كده كتير قوي، وخصوصا إن الأرض دي محترقة فعلا ومختلفة عن أي مكان تاني في اليمن. وبكده تكون هي دي كل المعلومات عن حكاية جنة الصريم، واللي حكاها القرآن الكريم وأبدع في وصفها، وحكى تفاصيلها كلها بطريقة بتدل على معجزة كبيرة. القرآن الكريم لما بيحكي عن قصص الأمم اللي قبلنا، كل قصة فيها عبر كتير وحكم ودروس، وأهم درس هنا إن ربنا هو اللي بيخلي وبيزود الخير، وهو اللي بيرزق كل خلقه، وإحنا لازم نعترف بنعمته دي، وده السبب الوحيد اللي هيخلي النعم تكمل معانا. أما بقى إننا ننكر نعمته وننسى فضله، ده بيبقى عواقبه وخيمة. وحكاية جنة الصريم دي أكبر دليل على كده، لأنها بتقول لنا إن الصدقة بتخلي الرزق مستمر، وإننا لما بنبخل على اللي بيستحق ربنا هيحرمنا من النعم ومن الرزق. ومفيش شك في كده، وأرض الصريم المحترقة في اليمن دي خير دليل، لأن كل المحاولات بعد كده اللي اتعملت علشان تتحسن وتتزرع فشلت وباءت بالفشل، وده دليل على غضب ربنا وعقابه للناس اللي بتنكر نعمته. وبكده يا أصدقائي نكون انتهينا من حلقة النهاردة، اللي كانت دسمة بالمعلومات اللي يمكن تكونوا أول مرة تعرفوها. جمعتها لكم من أكتر من مصدر واشتغلت عليها كتير عشان أعرف أوصلها لكم بمنتهى السلاسة. أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو أنتوا وصلتوا لحد هنا كالعادة شكرا جدا أنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، انتظروني.